السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي قناة جاتو في جاتو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعضينا الأشطوطة أو كيكة التريليتشا بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وكمان في الخلاط ب3 بيضات، وخاصة للمبتدئين. فتابع معايا الفيديو للنهاية إن شاء الله تستفيدي. بس حابة أقول لك الأول، لو أنت أول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس وتحطي لايك للفيديو لو عجبك. ويلا بينا نشوف الأشطوطة اتعملت إزاي. اول حاجه كده انا هستخدم كوبايتين من الدقيق، يكون خاص بالكيك او يكون لجميع الاغراض. معلقتين كبار كده من النشا، كيس كيك شيف ده بالظبط 23 جرام، وربع معلقه صغيره ملح. وهنخل كده كل المكونات دي مع بعضيها بالشكل ده، وهقلبها كده وهركنها على جنب، وهجيب الخلاط بتاعي وهنزل بيه 3 بيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ، كوبايه من السكر، ظرفين من الفانيليا، ونص معلقه صغيره من اسانس الحليب وده اختياري، ومعلقه كبيره من الخل، ونص كوبايه من الزيت، وكوبايه من الحليب الدافئ. وطبعا هضربها كده حوالي 5 دقايق كده في الخلاط لغايه ما ينعم معايا تماما والسكر يدوب. وهنزل على خليط الدقيق وهقلبه بالشكل ده. انا هجيب صينيه مستطيله مقاس 25 في 35، وهدهنها، واهم شيء انا هدهنها زيت او سمنه. وهحط طبعا زي ما اتفقنا قبل كده هنحط ورق المطبخ او مناديل المطبخ، ودي بديله للزبده، اللي هو ورق الزبده. طبعا ما بتلزقش، وطريقتها سهله جدا وبسيطه، وبتطلع معايا بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده. طبعا بعد ما نزلت بالخليط، واحاول اطلع المناديل الورقيه بكل سهوله معايا هتطلع بالشكل ده. وطبعا ما لزقتش معايا في الصينيه ولا حاجه. انا طبعا هقلب الكيكه واحطها كده بالوش بتاعها في الصينيه. انا هستخدم التوبنج بتاعها عباره عن 150 جرام من شوكولاته بيضه، واستخدمت سما، واحط عليها تلت كوبايه من صوص الكراميل الجاهز. طبعا عايزه تعمليه جاهز مفيش مشكله. هنزل عليه بمعلقه كبيره من الحليب الساخن، وهحطه على حمام مائي. طبعا كيكة التريليتشا او القشطوطة بتحتاج لحليب، فاستخدمت حليب ساخن جدا جدا بعد ما بردت الكيكة، حوالي بالظبط كوبايتين ونص، واسقيها بالشكل ده واسيبها تبرد. هستخدم كوباية من الكريم شانتيه، معلقة او معلقتين كبار من الكريم باستري، ومعلقة واحدة بس من السكر، لان طبعا الكريم باستري بيكون مسكر. وهضربه على سرعة بطيئة في الاول، وبعد كده هعلي السرعة. ده الكريمة بتاعتي. طبعا انا بستخدم كوبايه واحده بس من الميه او الحليب المثلج. وطبعا انا عايزه القوام يكون طري شويه، فانا بضيف بعد كده بالتدريج ميه او حليب. انا عايزاها طري كده وسلس بالشكل ده. طبعا الكريمه ناعمه معايا تماما. بعد ما الكيكه بردت تماما معايا، انا بفرد بقى الكريمه معايا سلسه وناعمه جدا وطريه، وفي نفس الوقت برضو متماسكه. انا هسويها بقى بالشكل ده، وهنزل عليها بالتومنج اللي احنا حطيناه على حمام مائي، وده يعتبر بديل شويه لصوص الكراميل. يعني بدل ما تحطي الكراميل كله او صوص الكراميل كله، بصراحه مش بحبذه والاولاد مش بيحبوه قوي، فانا بكسره بالشوكولاته البيضاء، فبيكون توبنج طعمه جميل جدا وخفيف عن الصوص الكراميل. انا طبعا وفرت شويه كريمه زي ما هي كده بالظبط كده في درجة حرارة المطبخ، وصوص شوكولاتة، وكمان صوص الكراميل أو جيلو الكراميل. وهعمل خطوط بالشكل ده وبالشوكة، وهعمل تعريجات على غير المعتاد بالشكل ده. طبعا في شكل متعارف عليه لكيكه التريليتشا، اللي هي بعود الخله وتعمليها. طبعا انا بعد كده حطيتها في الفريزر يا دوبك حوالي بس 10 دقايق، وبعد كده قطعتها. ولكن انت المفروض تستني عليها شويه كتار علشان تمسك معاكي او يمسك معاكي التوبنج ده للنهايه. شوفوا طبعا الكيكه عامله ازاي، بتتكلم عن نفسها. الكيكه معموله في الخلاط بطريقه سهله جدا وبسيطه، وكمان هشه جدا وخفيفه، وطعمها حلو ودسم. ده الشكل النهائي بتاعها. طبعا الكيكه بتتكلم عن نفسها، كيكه طريه جدا جدا. طبعا احنا سقيناها
بالحليب. انت لو مش عايزه تسقيها بالحليب وتسقي حاجات بسيطه جدا مفيش مشكله، بس طبعا مش هتبقى معاكي اشطوطه ولا حاجه. فالاشطوطه متميزه بانك انت بتسقيها بحليب، فبتكون الكيكه معاكي دايبه جدا وطريه بالشكل ده، بتكون شاربه الحليب كله، فبتبقى طريه جدا جدا. فده الشكل النهائي بتاعها يعني. مش عايزه اقول لكم طبعا الطعم عامل ازاي. ما تنسونيش في اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله.